ونبلش فيديونا بالصلاة على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مساء الخير ويا مساء العافية ويا مساء الورد والسعادة والطيبة على عيونكم يا طيبين. يما فديت الطش والرش، فديت كل أهل وناسي. شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا كلش مشتاقة لكم هواي هواي، ولا على قولة بنتي كومات كومات. طبعا تليفوني شوي بخلل هالأيام، ما أقدر أصور كلش، يعني شكلكم ياخذ ثواني، فإن شاء الله عن قريب أصلح هذا الخلل، وراح أمللكم أضوجكم أكرهكم بروحكم من الفيديوهات اللي أنشرها. راح تقول ماسة معقولة. إن شاء الله بالأيام اللي جاية بعد هسه تعرفون راح تجينا أيام عيد، وأكيد كلكم راح تصيرون على أحبابكم، تروحون لأهلكم لناسكم، وواحد يشوف الثاني، فأكيد مالكم خلق اليوتيوب. إن شاء الله وراها شنو؟ تجي الامتحانات، والكل راح يلتهي بالامتحانات، وإن شاء الله بعد ما نخلص كل شي راح نفضى حق الروتينات وحق التنظيفات والطبخات والحلويات أكيد. فاليوم حبيت أطلع عليكم بهذا الفيديو في بيتنا عزيمة. هاي ترند صايرة بعالم السوشيال ميديا، كلمة في بيتنا عزيمة لا تعد ولا تحصى. واليوم حبيت أشارككم في بيتنا عزيمة، وصادف هذا اليوم بيوم وفاة أمير المؤمنين عليه السلام. وأكيد الطباخة هي حماتي أم محمد، وأغلبكم يعرفها، هواي بنات يعرفوها، صديقاتها يتابعوني. وأمي اللي هي أم زوجي أم محمد، طبعا عندنا بالعائلة وهاي اسمي محمد. فالحمد لله ربي يحفظهم ويحفظ لكم أولادكم وبناتكم بحق محمد وآل محمد. طبعا هنا مرقة الفاصوليا ما شاء الله كاملة وجاهزة، وهنا اجت تسوي الكاستر، الله ينطيها العافية والصحة. هاي كل سنة هي من جيبها ما حد يساعدها. عندها هذا الصندوق تجمع بيه رمضان والمحرم، عدها أيام محرم 10 أيام، العشر الأولى تقرأ مجلس، تجيب ثوابات، يوم سابع نطبخ، هي تساهم بالطبخ. وأمير المؤمنين عليه السلام طلبت مراتها وانطاء لها. طبعا مرة سنة من السنين وقع جد الجهال بأزمة صحية كلش قوية، فتقول انذرت، ومن ذاك اليوم لهذا اليوم ومن قام على طوله أنا قلت نهائيا ما أقطع هاي العادة، ما دامني عدلة والله منطيها الصحة والعافية، وكل سنة خطية خير شو تسوي. فهنا نحكي أنا وياها على الكاستر، تقول انتن بنات هسه سوون كل شي على السريع، الكاستر لازم ينطبخ بهالشكل. قلت يما أنا عكس طريقتك، أنا أخلط الكاستر والشكر وأخلي الحليب يغلي وبعدين أنزله. فقالت لا هيك مو طيب، يطلع طعمه طحين وسوالف هشقلكم ترد الروح. فأنا تقولي صبر المتابعات وخلي شوفني شلون مسوي البهارات مالتي، وشلون مسلفنة الطاوة حتى اليد مالتها أبقى حافظة عليها من الدهون وهاي الأمور. شقلكم يا بنات عندي أم زوجي تعشق النظافة، تعشق الترتيب. هنا تقولي شوفوا صدق طباخي قديم، بس باعي شلون أنا محافظة عليه. وشوفوا لي حشوة البرياني هاي من إيد أم حميد. شقلكم يا بنات الريحة فتشي خيال والله العظيم بدون مجاملة، عاشت إيدك أم حمودي. وهنا نبلش الكاستر يستوي. شقلكم يا حبايب طبخ أمي لا يعلى عليها ما شاء الله، وأم حمودي ما شاء الله عليها بكل مناسبة خطية تلقوها موجودة، لأن الطبخ مالت المناسبات كله عليها. ويا محلى جمعة الحبايب، يا محلى لمة البنات، سوالف وضحك وما تشوفون إلا الوقت خلص. ما أعرف ليش يا بنات وقت الجمعة، وقت اللي يصير عندكم يعني لمة حبايب، حتى الأكل يصير طعمه غير. وما أحكيكم عن المطر، المطر ما شاء الله عين وما شيل، اللهم صلي على محمد. إحنا بالمطبخ والمطر شكلكم والله العظيم قلنا ما حد يجي، لأن مطرت بشكل قوي مو طبيعي، وبنفس الوقت يعني تحسون الجو برد ما شاء الله. السنة رمضان يعني شكلكم صيف وشتاء، يعني ساعة نبرد وساعة نصيف. فهنا حبايب مثل ما تشوفون الصوص اللي سوته حماتي هو دبس الرمان معجون صبغ اللوزينة اللونه برتقالي لون الكنافة. شكلكم يا حبايب هاي الطريقة أفضل شي، عندك عزيمة عندك مناسب، هاي الطريقة كلش راح تفيدك، وبنفس الوقت تبتعدين عن طشار الزيت، عن الحرق، عن هوسة الطباخ والقلي وتتفتت عندك. لا بهالشكل أسهل شي، مجرد تسلقين الدجاج ماي ونوم وبصرة وكركم دارسين ورا غار، يقرب يستوي طلعي حطيه بصينية، بصينية الأوفن. سوى هاي الصلصة هي شوية معجون، شوية دبس الرمان، صبغ اللوزينة، شوية زيت، واطلبي الدجاجة انطيها مسحة بهالشكل. شكلك يقول جايبته من المطعم، يقول مندي. أسهل شي
وما ياخذ منك وقت، وخاصة يعني إحنا بنكون متسرعين ونريد نقلي، وخاصة إذا عندك خطار أو أنت يعني غدا لجهالك وإلك، هاي الطريقة كلش سهلة. مجرد إنه أنت تخلين كاتشب وشوية دبس الرمان صبغ اللوزينة، بنات دائما جيبوا صبغ اللوزينة اللي هو لون غذائي عند العطار وخلوه يمكم كلش يفيدكم. لون للتمن، سوينا للدجاج، سوينا تتبيلة للأجنحة، يطلع عندكم لون الدجاج كلش حلو ويشهي. أنا أحكي أنا وحماتي، وأكيد تعرفون بعد مثل تم الحبايب تجمعها سالفة منا وتجيبها منا وما يشوفون إلا شغل خلص. على طار الجمعة والأهل والأحباب، تعرفون إنه البنية دائما تكون عزيزة، دائما أهلها يفضلونها على الولد، دائما يقولون البنية حنينة، هاي باكر تبكي علي وهاي باكر تفقدني والولد ما يفقدني. لا، هو ترى شوفوا والله العظيم البنية والولد سوا يحنون ويحبون، بس الولد من نوع الكتوم يكتم بداخله، بس البنية لا، تحب تحكي يما أحبك، أبوي أحبكم، أموت عليكم، مشتاقة لكم. الأبو يعني عزها، الأم تعزها، بس الولد لا، دائما تشوفونه عالصامت، حبه دائما داخل قلبه. حتى هسه أغلبنا النساء احنا المتزوجات نعاني، نقول لزواجنا يا بقول كلمة أحبك، يا بدلعني، يا بسل عني، يا بقول، يا بأحكي، لا، بس أنا مرة ينطقها صح لو لا؟ كتبوا لنا بالتعليقات. حيل انقهر من أشوف بنوتة تكتب لي بالتعليقات أمي ما تحبني، أمي ما تريدني، أمي تفرق بيني وبين أختي، أو أمي ما تريدني أجيها. خاصة البنية المتزوجة، عزيها، انطيها، اشسيها، دليلي أطفالها ما تجيش. هاي عد عيال تنقهر، تنمرد مرد من نشوف نسوان حموينها، شوفوا حمواتها تقولك أنا ليش أمي ما تنطيني، أنا ليش أمي تكرهني مو مثل باقي الأمهات. فدائما حتى لو أنت كنت ضايجة من عندها، من تجي لبيتك عززيها يا مية هلا. خوف هي ما راح تاخذ لها على قولة تقول كاشية وتطلع بيها، أو تاخذ لها قطعتين ثلاث منش وتطلع، لا، من تجيك بنتك قدام زوجها وقدام أطفالها وقدام عيالها أعزها، أجيب علاقة تشباس وحلويات وأحطها بيد جهالها، هلا يمه ساعة الزمان ساعتين أو يوم وتمشي. شفتوا صديقتنا شو تقول؟ تقول أنا خاف أبر بوالدي، بس أمي ما أعرف إيش بيها، حتى أخوي كان حنين علي هم خلته يضوج مني وما يسأل علي، عيالي وزوجي يعيروني بأهلي. ترى خاصة البنية بتكون عندي عيال وتكون عند رجل، الرجل ما يهاب مرته وما يحترمها ويقدرها إلا إذا شاف عين الحمرة من أهلها، شاف أهلها يحبونها، يسألون عنها، يردونها، يفقدونها، تأخرت ما أجت فلانة وين، ليش هاي جزتها ما وصلت لنا، وانتم قريبين عليها. أخذ لها علاقة حلويات لأطفالها، أخذ لها دشداشة، بيش الدشداشة ب10,000 دينار، كيلوين تفاح، كيلوين برتقال، وسير عليها عصرونية. أروح أشرب لي استكانة شاي يمها ويم عمتها وأجي أطلع عليها أشوفها، وإذا قالولك ها اليوم أم فلان مسيرة علينا، إي والله اليوم حابة أتعلل يمكم، أشرب استكانة شاي، أكل لي قطعة كيك، سالفة منا سالفة منا، ساعة الزمان تخلص، تجيش لبيتك معززة مكرمة، هلا ومية هلا، يوم يومين تمشي. ليش أنا كشب وجهها أو أسمعها كلام جارح، وأخلي بنيتي تجف مني، وأخلي عيالها يسمعونها كلام؟ والله الدنيا ما دايمة لأحد يا أمي، ما تسوى تكسرين قلبها، ولا هي تكسر قلبك، ولا واحد يكسر قلب الثاني، وجايكم عيد بنيتي أجيبها يمي واشتريها دشداشة دشداشتين أفرحها بيها. طبعا هاي الدشداشة ايش أقولك يا يمه يا محلاها والله العظيم، ما بنات شو تقولون، الصوغة من الأم أويل يابا يا معزتها، يا غلاها بالعين الصير. فأنا حبيباتي ما أعرف شو أحكي وش أقول، والله أنا مرات يعني ما أستوعب إنه أم تضوج من بيتها أو أم تكره بنها، صعبة. حتى الواحد من يسمع ما يصدق، يقول معقولة أكو أم تكره أطفالها، أكو أم تكره بنها، أكو أم تكره بيتها؟ لأن تعرفون ماكو شي أغلى على قلب الأم غير أطفالها، غير أولادها، غير بناتها. فما أعرف شو أقولك يا عمري، ما يخالف جايك عيد روحي لأهلك وعايدي أمك وعايدي أبوك كأنه ما شي ما صاير، وما يخالف حتى لو تشوفين أمك وجهها ثقيل، ما يخالف كأنما ما تشوفين. هاي أم مهما تكون أم، عايديها طيحي عليها وقوليها يمه أنت سامعة مني شي ضايجة مني، ليش هيك تعامليني؟ ما يخالف، شوفي شنو مضوجة، شنو مكدر خلقها من يمك، شنو اللي مخليه تتعامل وياك بهذا الجفة،
ما يخالف، ترى بين الأم والبنية ماكو كرامة، ماكو ما أحكي وياها والله ضايجة مني ما تريدني ما أروح أدق الباب عليها خليني ببيتي، لا يا معودة، هذا كله خليه على صفحة. وهنا يا طيبين حضرنا الحبشكلات، الرقي، الطرشي، الكاستر، والمواعين كلها مشطوفة ومجهزة، الخضرة الحمد لله والشكر كله جاهز. أمي شفتوها يعني طابخة مرقة الفاصوليا كلش من وقت، كله من وقت يعني ما شاء الله عليهم، حتى الدجاج سالقينه من وقت. فهنا أنا آخر شي كلش يعني وقت العصرية صارت الساعة بالخمسة تقريبا إجا وقت طبخ التمن. هنا حماتي سوت الشعرية أول بداية لحد ما اكتسبت اللون الذهبي اللي يشوفوه قدامكم، ضافت كزبرة مطحونة، ضافت حبة حلوة مطحونة، وهيل شي أكيد على دارسين بهارات برياني، وانطت تقليبة تقليبتين للتمن والشعرية، ونزلت آخر شي البهارات اللي بقطعتها. وما شاء الله شكلكم يا بنات التمن رهيب. وإذا سمعون أصوات يمي فبنات هنا حسوني بس هو سهران، هاي ما دامني يشوفني أحوس بالليل أغسل المواعين أنظف أرتب على مود بالليل على ما يصير صلاة الصبح أصلي وأنام، هو يظل سهران على عم جدو على هالأفلام كرتون، ماما نصي لا أخاف لحد ما أنتي تجين. وأنا أتمنى أكيد يتهدر المشكلة جهازي بنات نهائيا ما يصور يشلع القلب، ثواني ويتوقف حتى بالمونتاج كلش شالع قلبي، إن شاء الله أشوف الخلل اللي بيه. فالسموحة منكم هنا سفرة النساء هي والأطفال، أما الرجال كلهم صاروا بغرفة الاستقبال مدينا لهم السفرة. وبصراحة صارت لكم مقتطفات كلش قصيرة من السفرة لأن تعرفون الناس صيام تريد تتفطر وأنا لازم تليفوني كلش مو حلوة كلش ما أحبها، فبصراحة شوية شجعت صورت لكم هيك مقتطفات قصيرة، فأتمنى ينال إعجابكم، أتمنى تقضون وقت ممتع وياي. بنفس الوقت إن شاء الله أنشر لكم فيديوهات من طقطقة لحد السلام عليكم أو مقتطفات بعد يومي مثل ما هو أنشره لكم. وبنفس الوقت يا حبايب لا تنسون تنصحون صديقتنا شلون تتصالح هي وأمها شلون تتعامل ويا أمها. وبنفس الوقت حابة أقول لكم شغلة، شايفين التعليق الحلو اللي جاني؟ ما هسه حدك استدين القناة لا طلع لك من ورا الشاشة، يما فديت تطلع لي من ورا الشاشة. ربي يحفظكم ويخلي لكم لعزاز قلبكم ويخليكم إلي، هيش تعليقات حلوة وتجنن وتفتح القلب. تردون اسد القناة وين اسمع هيك كلام طيب وحلو بس قولوا لي. فهنا يا طيبين سهمنا وسهمكم ألف عافية، وإن شاء الله ثواب الواصل، وإن شاء الله رب العالمين يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام صالح الأعمال. فهنا يا طيبين توجهنا للسوق حتى نشتري ملابس للأطفال، وبصراحة هنا بعد تليفوني قال لي كافي موتيني قطعت قلبي بعد ما أصور راح أتوقف. فأنا ما شاء الله شقلكم على السوق يا بنات، الأسعار ما تتحاكى ولا تشاقى، وبنفس الوقت الازدحام يقرأ ألف. اللي قدرت أصور بس ثواني وحيل أعتذر منكم على هذا الشي بس مو بيدي يا بنات بسبب الجهاز. فأنا أقول لكم أتمنى فيديونا عجبكم، أتمنى قضيتوا وقت ممتع وياي، وشوفوا لي ملابس البنات، ملابس البنات يا بنات تجنن. أما إحنا بكل شي حلوين إلا ملابس الولد لا والله مو هالقد، قليل ما تلقين ملابس الولد حلوة، بس البنات أشكال وألوان شي يقول الشي أنا أحلى منك. فأنا أقول لكم قرب فيديونا ينتهي، ألتقيكم بالفيديو القادم، دمتم في حفظ الرحمن، مع ألف سلامة، أحبكم كلش وفاي. ها نسيت خاف أتأخر عليكم وما نزل فيديو على ما أصلح جهازي، فأقولكم كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة وينعاد عليكم بالصحة والعافية والتحقيق الأماني، وإن شاء الله عيد سعيد عليكم وعلى أهل بيتكم وعلى أمة محمد. وهنا أقولكم مع السلامة، دمتم في حفظ الرحمن.